يبدأ الفيلم بلوسيا، امرأة في الأربعين من عمرها، على علاقة براؤول منذ 15 عاما. خلال لقاء مع صديقاتها، تلاحظ أن راؤول يظهر عاطفة غريبة تجاه ساندرا، صديقة قديمة لها. تلاحظ لوسيا ذلك، فتحاول إبعادهم عنها بسؤالها عن محادثتهما. تذكر ساندرا أنها عينت رئيسة للاتحاد الأولمبي المكسيكي. هذا إنجاز عظيم، فيهنئها الجميع، بمن فيهم راؤول. وبغض النظر عن هذه الإهانات العلنية، كان راؤول يعامل لوسيا سرا لأكثر من عامين. ورغم ذلك، لا تزال روسيا تأمل أن يدرك راؤول قيمتها يوما ما، ويقرر الزواج بها، وهو حلم لطالما راودها. فأخبتها أن صديقتها ستتزوج وسألتها عن موعد زواجهما. تجاهلها راؤول وغير الموضوع، مذكرا إياها بأنه بحاجة إلى التسوق في اليوم التالي. في اليوم التالي، عادت لوسيا من التسوق مبكرا لتجد راؤول يتفقد عادم سيارة ساندرا المتوقفة في مرآب المنزل. صدمها المشهد بشدة، ولما أدرك وصول لوسيا، خرج بسرعة من السيارة. طلبت لوسيا من ساندرا المغادرة، لكن راؤول طلب بعض الوقت ليشرح موقفه، وقال ذلك من السيارة وبنطاله مفتوح. يا له من وقاحة! يكشف أنه كان يتحدث إلى ساندرا منذ أشهر، وأنه الآن بعد عودته إلى المدينة، يخططان للبقاء معا لأنهما ثنائي مثقف أفضل. أربكت هذه الكلمات لوسيا، التي أصرت على رحيل ساندرا، لكن راؤول رد عليها بأنها هي من يجب أن تذهب. عادت لوسيا إلى شقتها القديمة المهانة والخيانة. في أثناء تفريغها لأمتعتها، تلقت زيارة من مغدالينا، التي كانت سعيدة لأن لوسيا تستطيع إعادة بناء حياتها والسعي إلى السعادة. ومع ذلك، تندم لوسيا على فقدان رجل عرض عليها حياة الرفاهية والأمان المالي. إنها تقدر هذه الجوانب كثيرا لدرجة أنها فكرت في الاتصال براؤول والتوسل إليه للعودة. لحسن الحظ، أوقفتها مغدالينا، وحثتها على نسيانه والتركيز على حياتها الجديدة. بعد شرب كأس من النبيذ، استيقظت لوسيا على صوت موسيقى صاخبة قادمة من شقة الجار. خرجت لتشتكي ووجدت نفسها وجها لوجه مع خافير، جارها الجذاب البالغ من العمر 23 عاما. تطلب منه خفض الصوت، فهو لا يسمح لها بالنوم. بعد ذلك، تغلق باب شقتها بقوة. في اليوم التالي، ترى في الصحيفة أن القناة الرياضية تبحث عن امرأة لشغل منصب المدير. يلهمها الخبر بفكرة رائعة. تلتقي صديقتها لتخبرها برغبتها في الحصول على المنصب وإثبات لراؤول كفاءتها الفكرية. إذا نجحت، فهي متأكدة من أنه سيرغب في العودة إليها. على الرغم من أن مغدالينا لم توافق على مساعدتها، إلا أنها وافقت في نهاية الأمر لإيمانها بإمكانية خروج شيء إيجابي من هذا الجنون. لذلك، ساعدت هي وزوجها لوسيا في إنشاء سيرة ذاتية مثيرة للإعجاب، وإن كانت مزيفة. كما اخترق موقع القناة الرياضية الإلكتروني لإدراج معلومات لوسيا في ملف المرشحين. لذا، فالأمر لا يتعلق فقط بالكذب في السيرة الذاتية، بل يتعلق بكونك مخترقا بمستوى أنطونيوس. في يوم المقابلة، تكتشف لوسيا أن الشركة تبحث عن مديرة لديها أطفال، وتضطر إلى الكذب بالقول إن لديها ابنا. بفضل هذه الكذبة، أخبرها المحاور أن سيرتها الذاتية ستساعدها على تحقيق نجاحات مذهلة. بينما كانت تفك حقائبها، أدركت لوسيا أنها حصلت على غرفة بسرير مفرد. لا يمكنها الشكوى، لأنها الغرفة الوحيدة المتاحة، ولا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة في النوم مع ابنها. عند الفجر، تبدأ المنافسات الرياضية للأزواج. ومن المثير للدهشة أن لوسيا وخافير يتألقان كفريق واحد، ويحققان الفوز في الرياضات جميعهن. خلال الاستراحة، يتوجه الجميع إلى المسبح. تتحدث زوجات المديرين مع لوسيا. تروي لهن قصة لقائها بوالد خافير، وكيف تخلى عنهما، وكيف لم تكن مع رجل آخر منذ ذلك الحين. عند سماع ذلك، تشجعها النساء على البحث عن الحب مجددا، إما مع رجل في عمرها أو أصغر بكثير. في تلك اللحظة، يخلع خافير قميصه ليدخل المسبح، تاركا لوسيا مع محارتها، راغبة في التبلل. من جانبه، يعجب خافير بجمال لوسيا الأسر. في مناسبة أخرى، تقترب ماريا من لوسيا للدردشة.
كان الحديث مرهقا للغاية بالنسبة لروسيا لدرجة أنها بدأت تثرثر وتتصرف بعدم ثقة بشأن الأكاذيب التي تقولها، مما تسبب في شعور ماريا بالريبة والشك في سجلها المهني. في الليلة الأخيرة، اختار خافير عدم الخروج والاختلاط بالآخرين، وقرر البقاء والتحدث مع روسيا. خلال المحادثة، علم أن لوسيا تربت على يد جديها من جهة أمها منذ صغرها، وأن جدها هو من علمها حب الرياضة لدرجة أنها أصبحت شغوفة بها. في لحظة ما، أخبرها خافير أنها جميلة جدا، مما دفع روسيا إلى شكره وسؤاله إن كان لديه صديقة. أجاب بأنه لم يكن لديه واحدة أبدا لأنه يريد أن يقع في الحب حقا. منذ تلك اللحظة، تحدث الاثنان طوال الليل، وأدرك أن لديهما الكثير من الأشياء المشتركة. عند الفجر، ودعت لوسيا وخافير المديرين، الذين كانوا ممتنين للغاية لمشاركة لوسيا. عند وصولهما إلى المبنى، كان من الواضح أنهما يشعران باهتمام يتجاوز الصداقة. فجأة، تلقت لوسيا رسالة تخبرها بأنه اختيرت كمديرة جديدة، وأنهم يريدون دعوتها إلى تناول العشاء، مما يسمح لها بإحضار ابنها. هنأها خافير على إنجازها، ووافق على مرافقتها إلى العشاء. في ليلة العشاء، أعجب خافير بجمال لوسيا عندما رآها أنيقة للغاية. بمجرد وصولهما إلى المطعم، هنأه الجميع. ومع ذلك، ظلت منعزلة، تشعر بثقل أكاذيبها يثقلها. لاحظت قلق خافير، وأخذت يده تحت الطاولة، بينما كان يمسك بيدها. فجأة، نادى أحدهم باسم لوسيا، والمثير للدهشة أن راؤول هو من أراد التحدث معها. اعترف بأنه كان يراقبها لفترة من الوقت، وهنأها على منصبها الجديد، لكنه لم يعتقد أنها حصلت عليه بمميزاتها الخاصة. سألها أيضا عن سبب قيامها بذلك. ردت لوسيا بغضب أنها فعلت ذلك من أجله. أخبرها راؤول أنه لن يعود إليها، موضحا أنه يشعر بأنه على قيد الحياة منذ أن ابتعد. هذه الكلمات أساءت إلى لوسيا وأدتها تعود إلى طاولتها بنية كشف الحقيقة، لكنها تقاطع في الوقت الملائم، مما يدفعها إلى التراجع عن أقوالها. عند وصولها إلى المبنى، يدخل خافير شقة لوسيا، ويقبلها دون سابق إنذار، لتبدأ ليلة غرامية لم تختبرها من قبل. من ذلك اللقاء، تقربا أكثر، ونشأت بينهما رابطة حقيقية. لهذا السبب، يشعر خافير بالإلهام للكتابة عن الوقوع في الحب. في هذه الأثناء، تستطيع لوسيا التحدث عن عائلتها ورياضتها، وهو أمر لم تستطع فعله مع راؤول الذي كان يحتقرهما. تخبر لوسيا خافير أنها ستكشف الحقيقة كاملة للمخرجين، لأن كل شيء سيكشف في نهاية الأمر. في اليوم المحدد لتوقيع العقد، تذهب إلى الشركة للتحدث مع أحد المخرجين. وبينما تنتظر، يصل جهاز تسجيل يذكرها بسنوات عملها كمقدمة. لا تستطيع مقاومة إغراء التظاهر بأنها تعد برنامجا. تنجرف تماما. فجأة، ظهر أحد أفراد طاقم التصوير، فأخاف لوسيا بشدة فهربت، غير مدركة أن الرجل كان يطفئ الكاميرا التي كانت تسجل طوال الوقت. ثم اقتيدت إلى مكتب المخرج حيث وجدت مع ماريا. من الواضح أنهما كانا يتحدثان عنها، وعندما رأت وجهيهما الجد، شعرت أن الأمور لا تسير على ما يرام. عند دخولها، لاحظت أن ماريا أعطت المدير صورا لوالدي خافير الحقيقيين وصورا لها مع راؤول. عاتبها المدير على أكاذيبها، وكان من الواضح أنه لا يريدها كموظفة. بالنسبة لروسيا، توقف العالم، لذا لم يكن لديها سوى الاعتذار. ثم أعربت عن نيتها الاستقالة لأنها تعتقد أن ماريا تستحق المنصب بناء على جدارتها. قبل المغادرة. كذبة نيخا بالطبع بشأن أشياء كثيرة، ولكن ليس بشأن شغفها بالرياضة. بعد ذلك، سارت لوسيا، ورأسها لأسفل، نحو مبناها. في الطريق، صادفت راؤول، الذي قدم لها باقة من الزهور، وطلب منها العودة، لأنه نادم على فقدانها. من المدهش أن لوسيا ترددت للحظة. ومع ذلك، في البداية، أرادت الصعود والتحدث إلى خافير. في تلك اللحظة، وهي تقف عند باب شقتها، تبدأ بسرعة في حزم حقائبها، لأنه إذا لم يكن خافير يحبها وكان الأمر مؤقتا فقط، فلا يوجد شيء يمكنها فعله. خائفا، يتبعها خافير، ويطلب منها ألا تغادر، مصرا على أنه يحبها حقا. ومع ذلك،
فهي الآن لا تصدقه وتقرر المغادرة مع راؤول. في الأيام التالية يتصل بها خافير كثيرا، مما يسبب للوسيا ألما عميقا، التي تقرر الذهاب إلى منزل صديقتها للبكاء، لأنها وقعت في حب شخص يمكن أن يكون ابنها. في لحظة تشتيت تجيب ماجدالينا على إحدى مكالمات خافير لإحباط خطة. في ظهيرة أحد الأيام تقدم راؤول لخطبة لوسيا كعجينة إمبانادا، بلا حشو، بلا مشاعر، مجرد صدفة. ورغم أنها حققت حلمها أخيرا بالخطوبة للرجل الذي عاشت معه سنوات طويلة، إلا أنها لم تشعر بأي شيء عند رؤية الخاتم في يدها، بل إنه لم يقبل حتى فورا. لكن راؤول افترض أنهما يريدان الزواج، وبدأ التخطيط للزفاف دون أن يفكر في ردها. في تلك الليلة عندما لم تستطع لوسيا النوم، وجدت ظرفا في البريد يحتوي على قصيدة لخافير عن الوقوع في الحب، يعرب فيها عن رغبته في استعادتها وحبه لها. أثرت الرسالة فيها وجعلتها تعيد النظر في أمور كثيرة. في اليوم التالي في أثناء الغداء مع أصدقاء راؤول قلل من شأن الرياضة واعتبرها حمقاء. سئمت لوسيا من تصرفاته، فقررت فسخ الخطوبة أمام الجميع، وغادرت المنزل لتحقيق أحلامها. ثم توجهت إلى شقة خافير، وعندما وجدت أنشدت جزءا من القصيدة التي كتبتها عن الوقوع في الحب بحماس قبلها، وشعر كلاهما بوخزة في معدتهما. في هذه الأثناء يواجه مدير القناة الرياضية صعوبات جمة في البحث عن معلق جديد. في تلك اللحظة دخلت ماريا الغرفة ومعها حاسوب محمول يحتوي على تسجيل لوسيا بالصدفة، متظاهرة بأنها في البرنامج. اتضح أنها تجريه بإتقان، وأحلام لوسيا على وشك أن تتحقق. إذا لم تضغطوا على أحد هذه الفيديوهات سيعود راؤول، وهذا أمر لا يريده أحد.